كتعيش جبهة البوليساريو بهذه الأيام خلافات كبيرة جدا بالتزامن مع انعقاد أشغال الندوة السياسية التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو الممتدة ما بين 9 و 11 يناير الذي ينظم بمنطقة أوسرد في مخيمات تندوف. وقد اتضحت جليا حالة الانقسام بين قيادة جبهة البوليساريو بسبب التسابق لتولي زعامة الجبهة بين القياديين المتورطين في انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان. وكيتعلق الأمر بالباشا مصطفى السيد اللي بعث إشارات واضحة لترشحه لجبهة البوليساريو خلال السنوات المقبلة خلفا لإبراهيم غالي الرئيس الحالي لجبهة البوليساريو. الباشا مصطفى السيد الذي اشتدت معارضته لإبراهيم غالي مؤخرا طلق تصريحات نارية في مواجهة غالي خلال أشغال الندوة السياسية اللي حضرها المئات من المحتجزين بتندوف، حيث عرى على حصيلة الزعيم الحالي إبراهيم غالي وقائلا بأن حصيلته عدمية، معترفا بشكل واضح بتفوق المملكة المغربية سواء من الناحية الميدانية والسياسية على البوليساريو منذ توليه زعامة هذه الجبهة. كما انتقد فترة استعماله لأساليب دعاية هدفها تقسيم قيادة الجبهة قبل المؤتمر السادس عشر الذي سينظم في 13 و 17. القيادي المطلوب على ذمة قضايا مرتبطة بالتعذيب والقتل خارج إطار القانون اللي على الأراضي الجزائرية البشير مصطفى السيد. غريمه إبراهيم غالي اتهم كذلك باستعمال أسلوب التفرقة وإنهاء ساكنة مخيمات تندوف في حروب جانبية من أجل استمرار في منصبه. كما اتهم أنه كيتهم بالتحكم بزمام السلطة في مخيمات تندوف، مؤكدا أن جهود بعض المحسوبين على غالي من الأمانة العامة واللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر باتت شبه منعدمة لإعادة تنصيبه من جديد رئيسا. الإشارة القيادي الباشا مصطفى السيد يعد أبرز منافس إبراهيم غالي في زعامة البوليساريو، بيد أن إبراهيم غالي يتفوق عليه بالدعم الجزائري الذي يحظى به الباشا مصطفى السيد نسبة لمواقفه السابقة وعدم اتساق رؤيته لنزاع الصحراء مع رؤية نظام الجزائر. وبهذا فإن الجبهة تعيش على صفيح ساخن هذه الأيام، وكما ترون في الصور أعلاه وهي المنقولة من المؤتمر.